مساء الخير، يوم جديد وحلقة جديدة بنبدأها مع حضراتكم لحد 5/7 بموضوع طبي جديد وصحتك بالدنيا. وحلقتنا النهاردة خاصة بأهم وأبرز مشاكل الأنف والأذن والحنجرة خلال فصل الصيف. الحقيقة بما أن الصيف بدأ وبما ان الولاد بالنسبه لهم الصيف ده يعني بحر، يعني حمامات سباحه، يعني انطلاق بشكل كبير من جو ممكن يبقى جوه البيت يعني بارد لاننا مشغلين مراوح او تكييفات، لجو طبعا اكثر سخونه، فبالتالي بيكونوا معرضين ان هم يحصل لهم مشاكل في الانف والاذن والحنجره بشكل اكبر بكتير في الصيف. عن مشاكل الانف والاذن والحنجره خلال فصل الصيف، عن ازاي نتعامل معاها، عن ازاي نحمي ولادنا لو هم نازلين او هيعوموا في بحر او حمامات سباحه، عن ازاي ممكن كمان نتعامل مع الحالات الطارئه او الحرجه اللي ممكن تحصل واحنا في مصايف، مثلا لو ميه دخلت في ودن الاولاد او ممكن وهم بيلعبوا يدخلوا اي حاجه في ودنهم واحنا ما نبقاش عارفين ازاي احنا ممكن نتصرف لاننا في مصيف او في مكان احنا مش عارفين نتصرف فيه. اسئله كتير جدا تخص مشاكل وامراض الانف والاذن والحنجره هنتكلم فيها النهارده، وضيفنا هيكون دكتور زكريا فايق كامل، استشاري وكبير جراحي امراض الانف والاذن والحنجره بالتامين الصحي. وفاصل سريع ونرجع على طول نبدا مع حضراتكم الحلقه، خليكم معانا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وعن مشاكل الأنف والأذن والحنجرة. هنتكلم النهاردة عن أشهر المشاكل اللي ممكن تحصل خلال فصل الصيف، يعني والأشهر ما بين الأولاد الصغيرين من نزولهم حمامات السباحة ومن تعرضهم لأجواء يعني سخنة جدا. ممكن يبقوا قاعدين في البيت في أجواء طبيعية عادية، مشغلين مراوح تكييفات، ونخرج بره تبقى الشمس حارقة، فبالتالي تغيير الحرارة من ساقع لسخن ده كمان ممكن يعمل بعض المشاكل في الأنف. ضيفنا منورنا النهارده هو دكتور زكريا فايق كامل، استشاري وكبير جراحي أمراض الأنف والأذن والحنجرة بالتأمين الصحي. مساء الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك. منورنا. الله يبارك فيك. دكتور، احنا في الصيف والجو طبعا يعني حدث ولا حرج، حر جدا. الولاد في الصيف مش عايزين يقعدوا في البيت، يعني هم يا اما منطلقين في النوادي، يعني في البيسين في حمامات السباحه بيعوموا، او في المصيف هم على البحر، فبالتالي هم معرضين للتعرض لحراره، درجات من الحراره العاليه جدا. ازاي ممكن درجات الحراره العاليه جدا تأثر عليهم يعني صحيا؟ هو الصيف درجة الحرارة عالية، والأطفال غالبا ما بيطقوش الحر، يعني يمكن الكبار بيتحملوا الحر شوية عن الأطفال. ونزول البسين أو نزول البحر، طبعا الأطفال بتحب تنزل البسين والبحر، فبيحصل دخول المية في الودان. دي من أشهر المشاكل بتحصل في الصيف حقيقي يعني. فدخول المية في الودان، لو المية نظيفة يبقى مشكلتها بسيطة، لان هي بس مجرد ان انا هنشفها هتبقى المشكلة اتحلت. انما لو المية مش نظيفة وبتخش الودان بتعمل التهاب. ممكن الالتهاب دوت عبارة عن تهيج في الجلد اللي بره، فالطفل بقى عمال يبقى يحرك ايديه او بيجيب اي آلة ويقعد ينظف ودانه فبتجرحها، فالجرح ده ممكن يلتهب ويعمل لي حاجه اسمها خراج او التهاب في الاذن الخارجيه. وكل ده واحنا مش حاسين؟ لا، الالم بتاع الخراج صعب، يعني لما هيوصل الخراج هو اكيد هيتعرف، لانه الالم بتاعه الم لا يحتمل. فبالتالي الام هتبتدي تلقط او تعرف ان هو ممكن يبقى عنده مشكله كبيره بالزبط. ولكن في الاول يا دكتور، يعني احنا لو بنتكلم عن ميه نظيفه او ملوثه، ففي الغالب في البسين او في حمامات السباحه اغلب الميه مش هتبقى نظيفه، يعني اغلب الميه هيبقى فيها تلوث. تمام. هو لو لحقها ونشفها خلاص ممكن تعدي، ما تبقاش في مشكله. ما اتلحقتش والميه اتثابت والميكروب دخل جوه هيعمل التهاب في الاذن الخارجيه. ده في شيء تاني، الاطفال بتغطس فالميه بتخش في المناخير فبتخش في قناه ستاكيوس فتعمل لي التهاب ورا الطبله، التهاب في الاذن الوسطى. برضو لو ما اتلحقتش
تعمل بقى ميه ورا الطبله ومشاكل، ممكن التهاب صديدي في الاذن الوسطى. عشان كده يعني معظم الولاد دلوقتي بقوا يقولوا لهم لو هتنزلوا حمام سباحه لازم تحطوا السدادات الخاصه بالانف لانها بتفيدهم كتير. طبعا هتفيد طبعا وتدي وقايه، ولو حطوا السدادات في الودن بس بشرط ان يكون جهاز الاتزان عند الطفل ده او الراجل ده او الست دي يكون كويس. ليه؟ في ناس لما تحط سداده في ودانها بيحصل لها ايه؟ عدم اتزان. وعدم اتزان في الميه هيبقى مش مشكله، وخاصه غرق. طبعا طبعا. وما تلحقش طبعا، مش بيعدي لان الميه هتخش بقى في الرئه وممكن طبعا المريض يغرق، تبقى غرق. طيب دكتور، هقول لحضرتك على حاجه ممكن تبقى بتحصل معانا كلنا لما بننزل حمامات السباحه. بنطلع بنبقى حاسين ان في ميه في ودننا، يعني احنا حاسين بيها جدا، وبنبتدي نعمل الحركه التلقائيه دي اللي هي عشان يعني نحاول نساعد يعني ان الميه تخرج مره ثانيه، ولكن في بعض الاحيان الميه ما بتخرجش، يعني نفضل حاسين بيها لغايه بالليل، يعني مثلا نبقى نازلين 2 3 الظهر نفضل حاسين بيها لغايه 11 و12 بالليل، الميه موجوده مش راضيه تتحرك ولا راضيه تخرج. ليه بيحصل الحاله دي او ليه بتتكرر الحاله دي مع ولادنا ومعانا والميه يعني ترفض تطلع من الودان؟ الاذن الخارجيه الماسوره دي اللي بتبتدي من فتحه الاذن لحد الطبله طولها في الانسان البالغ 3.6 سم، عامله زي ال8 كده ونازله، ده التلت وده التلتين، يعني دي 12 مللي وده 24 مللي. الميه لما بتدخل هنا تروح واقعه تحت. تمام. عشان انا اجيبها لازم اجيب ودني كده وافرد دي كده، اطلع دي لفوق، يعني لازم اميل اميل عشان تنزل الميه. وممكن ما تنزلش برضه، وممكن ما تنزلش، تبقى عامله زي الفقاعه وما تنزلش. حلها ايه؟ بنجيب قطنه احنا ونبرمها زي السيجاره ونروح مدخلينها في الودان. دخلت القطنه دي هتشرب الميه، هتمتص الميه، هتمتصها على طول. طالما امتصيتها خلاص يبقى الموضوع انتهى، اروح دقيقتين 3 اطلعها. يعني اللي حضرتك بتقوله ده بيحصل بالظبط، يعني بمعنى ايه؟ مش ان احنا نجيب قطنه وندخلها، معنى ان احنا ممكن نقول طب احنا لو نمنا شويه بالليل الميه هتخرج على الجنب اللي دخلت فيه، لو نمنا على الجنب ده الميه هتخرج مره ثانيه، بس نصحى ونكتشف ان الميه ما خرجتش ولا اي حاجه وكانها موجوده في مكان راكد وما بتخرجش بره الودان. هنا بقى ما بنبقاش فاهمين ايه السبب، بس حضرتك شرحت لنا التشريح الخاص بالاذن ان هو ممكن يترسب في حته ما يخرجش منها، عامل زي الفقاعه فما بيجي يتحرك. يعني عمل زي فقاعه كده قيصره فيها هواء. يبقى ميه وحواليها ايه؟ زي غشاء كده. تمام. لو انا عملته بالقطنه هخبطه هيروح شارب الميه، او بيبقى فيه بقى رواسب جوه. يعني عملته ثقب في الحويصله دي فبالتالي الميه هتنساب يعني. مش بالودانه، احنا بالقطنه، لان الودانه دي مشكله. طيب قطنه تدخل ما تخرجش تعمل مشكله، تخرم الطبله، تجرح الودان، كل دي مشاكل الايه؟ الكوتون بادز اللي هي الودانه اللي بيستعملوها. بس كمان يا دكتور القصه اللي حضرتك بتقولها دي فيها يعني خطوره او مخاوف بالنسبه لنا احنا كامهات، يعني ان انا اشرح لابني انت هتدخل القطنه وتحاول تحطها وتحركها شويه عشان الميه تخرج، انا برضو اتخيل ان هو يعني مش هيعملها الا دكتور. ممكن او الام نفسها، انما الطفل نفسه ممكن يعمل قطنه صغننه تخش ما تخرجش. بالظبط. صحيح. ممكن. صحيح. تمام. يعني ممكن كتير على فكره يزقها مثلا بعود كبريت ولا حاجه يعور نفسه. لان الطفل مش كده. بس هو طبعا من رحمه ربنا بينا ان الاطفال دايما بتبقى مناعتهم ومقاومتهم احسن من الكبار. يعني ده في الغالب، يعني الا بقى لو الطفل ده عنده لوز وعنده لحميه وعنده التهابات وعنده مشاكل في الانف والاذن تانيه، فدي هتاثر على دي. يعني دايما نلاقي اللي عنده لحميه وعنده التهاب في الاذن في الجيوب الانفيه ودنه بتفرز شمع كتير. والشمع ده بيقعد وبيركض لان هو بيحاول ينظفه، فبدل ما بينظفه بيزقه. طيب دكتور، ما تيجي كده نشرح التكوين الخاص بالاذن. يعني احنا بنشوف ودننا من بره
شايفين وعارفين ان هو ده الشكل الطبيعي للاذن، ولكن احنا ما نعرفش مكونات الاذن الداخليه عامله ازاي، فنشرح عشان كمان نبقى فاهمين اكتر. وحضرتك بتتكلم عن مشاكل الاذن. احنا عندنا الاذن بتتكون من ثلاث قطاعات: الاذن الخارجيه، الاذن الوسطى، الاذن الداخليه. الخارجيه تبتدي بصوان الاذن ده كله وفتحه الاذن، قناه الاذن الخارجيه، وبعدين القناه نفسها 3.6 عامله زي الايه التمانية. دايما الشمع بيتكون في النص هنا وفي الحته اللي ناحيه بره، عشان الشمع دوت ربنا خلقه بيتكون عشان لو مثلا نمله حاولت تخش الشمع ده ايه يعني يصطادها ويموتها. تمام. فبالتالي بيتكون هنا وبعدين بقى بينشف ويقع، والآن بقى هنا امسحه كده وينضف ما يجيش ناحيه جوه. انما معظم الناس يروح جايب بقى السلاكه دي ويقعد يسلك في ودانه. احنا ما بنبقاش حاسين ان الدنيا نطفت الا لو دخلنا الودانه فعلا وفضلنا يعني وراحت واقعه. الشمع دوت لما بيجي له ميه بيعمل فطريات. الفطريات اسمها عيش الغراب عندنا. طبعا لو عمل فطريات وعيش غراب يبقى عايز علاج ثم غسيل، مش غسيل. طيب انا هعرف منين ان الشمع ده كون فطريات؟ هلاقي في حاجات بيضة وسودة بتنزل من ودني. الشمع لونه لون العسل الاسود، بني ولا اصفر يا دكتور؟ او مصفر. لون العسل بدرجاته بقى، ممكن مصفر او ممكن يبقى بني شويه. طيب انما اسود وابيض لو هو غامق، لو هو رايح ناحيه يبقى دي فطريات غالبا. لو ناحيه الاسود هيبقى دي فطريات. ولو ابيض برضو فطريات. ولو ابيض فطريات. احنا عندنا الفطريات 3 انواع: بيضة وسودة وخضرة. الخضرة دي نادرا لما بتحصل في الأذن. البيضة والسودة عشان كده لما نيجي بننزل الشمع الفطر ده بتبقى شبه ورقة الجورنال بتاع زمان دي المبلولة. خبر. أبيض في أسود كده. فبتنزل كده. ولازم أدي علاج لأن الفطر من النبات. فصيلة النبات. لو احنا عندنا رغيف عيش وجاله فطر وسمناه، الفطر ده بيغوط لتحت لان الجذور بتنزل، وانا برضو هنا بتبقى الجذور موجوده في الجلد. يعني حتى انا لو نظفت ولكن في جذور انا مش شايفها او مش هعرف اوصل لها، فبالتالي هتطلع مره ثانيه. هتزرع تاني. فلازم اعالج مضادات حيويه عشان اضمن انه التنظيف حصل بشكل كامل. لازم ندي مضادات للفطريات دي اللي هي النقط قبل الغسيل، وممكن ادي مضاد حيوي تفاديا لانها تبقى خراج. بالنسبه للاذن الخارجيه. ولكن لو حصل خراج هنا بقى يا دكتور اشرح لنا الاعراض اللي ممكن تبقى مصاحبه لهذا الخراج فبالتالي الناس تنتبه. الناس بتفتكر خراج يعني حاجه كبيره. احنا بنسمي الفسفوسه اللي بتحصل في الاذن الخارجيه دي بخراج، لان الالم بتاعها بيبقى شديد للغايه غير محتمل. وبعدين لما يجي المريض يفتح بقه يحس بقى الفك ده يوجعه. السمع هنا لان العصب الخامس بيغذي المنطقه دي، فهيلتهب العصب وهيسمع في الفك. هيجي يسند عليها مش هيقدر، ينام عليها مش هيقدر، يجي يمضغ او يحرك فكه هيوجعه. طبعا ده بيبقى لازم بتعمل له فتيل وبتحط عليه الجليسرين اكتيول، علشان الاكتيول هنا هو اللي بيخلي هذه الفسفوسه ولا الدم او ما بيسميه خراج يستوي ويفتح. وبعدين بعد كده ياخد علاج، وبعدين بعد كده نغسل وننظف كل الحاجات اللي جوه. طيب ناخد اول تليفون معانا في الحلقه. استاذ محمد. عبد الفتاح من المنصورة يا فندم. استاذ محمد الو. ايوه يا فندم، عبد الفتاح يا فندم. استاذ عبد الفتاح انا اسف. أيوة. اتفضل. الله يبارك فيك دكتور مع حضرتك. لو تكرمتي الله يبارك فيك، لو تكرمتي بس في عندي ثمين في الاذن عباره عن صفاره. كان حصل لي دوخه ورحت عشان اعمل اشعه وكلام من ده، فقال لك ان في وتر راكب على وتر. الدكتور كتب لي على حاجه اسمها امون سيريبرال، اللي هي يعني حبايه ثانيه ما اعرفش اسمها ايه، ناسي اسمها. فالصفاره ديت معايا بقالها فتره، وخصوصا لما باجي انام. فهو قال لي عيش وتعايش معاها لان دي مالهاش علاج. مالهاش علاج يا استاذ عبد الفتاح؟ هو بيقول لي مالهاش علاج، هو بيقول لي خد الحبوب ديت وعيش معاها بقى خلاص. يعني حضرتك هتاخد الدواء ده مدى الحياه؟
قال لي خدوا مدى الحياه، لكن الصفاره بتعمل لي يعني خصوصا لما يعني لما عامله لي وشم في ودني. والصفاره لسه موجوده ما راحتش؟ موجوده يا فندم. لا ما بتروحش. دكتور محتاج تساله اسئله؟ لا هو خلاص احنا دلوقتي دخلنا على الاذن الداخليه بقى دلوقتي. اشكرك يا استاذ عبد الفتاح. كنا في دكتور الأذن يرد عليه. الخارجيه. الاذن الوسطى بقى انا هرد على سؤاله، بس بعد ما اخلص الاذن الوسطى هنخش على الاذن الايه الداخليه. الاذن الوسطى فيها 3 عظميات تبتدي من الجهه الداخليه للطبله، الجهه الخارجيه للطبله دي تبع الاذن الايه الخارجيه، والجهه الداخليه دي تبع للاذن الوسطى. وال3 عظمات بتاعنا تمام دول بيكبروا الصوت، الطبله بتزقهم فبيكبروا الصوت لحد لما يوصلوا لحد بقى العصب بتاع السمع والاتزان. الاذن الوسطى دي بتبقى عباره عن زي الطبله الفخار، بتبقى عباره عن طبله، والتدويره دي اسمها الاذن الوسطى، والماسوره دي اسمها قناه ستاتيوس. وهي لازم تبقى مفرغه يا دكتور عشان الصوت يخرج يعني يطلع. لازم الماسوره دي ليه؟ علشان هي دي اللي بتعمل تهويه للاذن الوسطى. ودي بتبقى في سقف الحلق جوه من ناحيتين يمين وشمال. لو حصل التهاب في اللوز او لحميه في الاطفال او التهاب في الجيوب الانفيه بتتسد، فالطبله بايه؟ بتتكتم، يبقى سامع صوت ايه؟ مكتوم. وبرضه ممكن يبقى فيه وش، بس في عندنا الوش الرفيع والتخين، الهاي بيتش واللو بيتش. الهاي بيتش زي ما بيقول الاخ عبد الفتاح صفاره، اللو بيتش بيبقى كانه موج بحر كده، كانه موج بحر. ده بيبقى المشكله في الاذن الوسطى او في التوصيل او في العظميات، لان ممكن يحصل تليف في عظمه الركاب ويعمل برضه نفس الكلام ويعمل ضعف في السمع. نيجي بقى الاذن الداخليه اللي هو بيتكلم فيها. احنا الاذن الداخليه عندنا بيغذيها العصب الثامن، والعصب الثامن جزئين، جزء للسمع وجزء للاتزان، والاثنين ماسكين في بعض، سمع واتزان. يبقى العصب الثامن عباره عن جزئين، السمع والاتزان. السمع لما بيتاثر بيعمل صفاره، وده بيبقى غالبا سببه التعرض للضوضاء او التعرض لنقص الاكسجين المغذي للاعصاب. ودي شكوى استاذ عبد الفتاح؟ شكوته يا اما هو تعرض لدي جي مثلا او صوت عالي جدا مره واحده واثر على العصب، او خد ادويه تاثر على العصب من ضمنهم الاسبرين، او بيدخن فالاكسجين بيقل اللي هو بيغذي الاعصاب المركزيه اللي منها عصب السمع والاتزان. نيجي بقى بالنسبه للعصب الاتزان، ده بيعمل دوار. الدوار بتاعنا بالنسبه بتاع الاذن يختلف عن الدوار بتاع المخ. يعني لو واحد عنده كهرباء زياده او عنده ورم في المخ او عنده ميه زياده في المخ او يحصل له دوار. يعني شكل الدوار نفسه بيختلف. دوار الاذن ليه وصفين. الوصف الاولاني يزداد مع الحركه، بمعنى لو انا اتحركت لفوق قمت او وطيت او لفيت شمال او يمين يحصل دوار، يزداد بالحركه. عشان كده احنا بنسميه ايه؟ دوار حركي. وكانوا زمان بيسموه دوار البحر، واحد في مركبه فبتهز، فالهزه دي تعمل له دوار. الحاجه الثانيه، الصفه الثانيه، دوار الاذن لا يمكن يؤدي الى فقدان وعي، مستحيل. الوعي هيبقى موجود. انا عندي دوار، ورم ممكن يحصل فقدان وعي. طبعا لو حاجه في المخ بقى، ورم، ميه، كهرباء زياده، ممكن يحصل له اغماء وفقدان وعي. احنا عندنا لا، مفيش لا فقدان وعي ولا اغماء. ده بالنسبه للاذن الداخليه. طبعا نقف عند الاذن الداخليه يا دكتور وناخد اروى عشان بقى لها كتير ونرجع نكمل. يا اروى. الو. اتفضلي. لو سمحتي يا دكتور، هو انا عندي جيوب انفيه وتضخم في الغضاريف. بقالي 7 شهور بكح وعندي كحه شديده. رحت كشفت عند دكتور فرد وكتب لي بخاخ وحاجات، وقالت لي اطعمت على دكتور انف اذن وحنجره.
فالكحه مستمره، باخد لها البخاخه وكده وعندي انتباه مريض، بس مش لاقي حل للتضخم في الغضاريف والجيوب الانفيه. تمام. وعندي صداع. تمام. بالنسبه اشكرك يا ارو. شكرا. بالنسبه لاروى عندها تضخم في الغضاريف والتهاب في الجيوب الانفيه، بالتالي هتبقى في انسداد في الانف. بالليل هتاخد نفسها من بقها، هيحصل التهاب في الحنجره. ما دام حصل التهاب في الحنجره هيحصل كحه جافه، يعني زي الشرقه، وتفريق ارتجاع في المريء. فالحموضه لما بتطلع برضه هتعمل التهاب في الحنجره وتعمل لها كحه جافه وشرقه، ودي رزله جدا جدا في علاجها وبتاخد وقت على ما بتخف. وبالتالي هيبقى علاجها يتلخص في نمره 1 اعالج انسداد الانف، بحيث ان الاروى تاخد نفسها من مناخيرها طول الليل مش من بقها. لما من بقها بيحصل جفاف في البق وفي الصدر وفي الحنجره وكحه الزيت. يبقى نمره 1 هعالج انسداد الانف. ابسط طريقه هحط نقط المناخير قبل ما تنام علشان مناخيرها تبقى سالكه بالليل. 2 هتاخد العلاج هيتكون من مضاد حيوي ومذيب للبلغم وحاجه مهدئ للسعال، وعلى الاقل 10 ايام، لان مش هتخف الكحه والمشارقه دي اللي هي جايه من الحنجره في اقل من 10 ايام. معالج طبعا ارتجاع المريء عشان ما يزودش الحاله. استاذ عثمان. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. والله عايز اسال الدكتور، معايا الودن يمين والشمال، احب احط كل حاجه استاذ عثمان بس حياتك اقف في مكان فيه شبكه عشان نسمعك افضل. اما اقول الاذن يا دكتوره، الاذن احس يعني صباعي في ودني زي مره كده بحس بخفت يعني. احنا مش عارفين، مش قادرين مش عارف نميز بيقول ايه. الصوت. نعم؟ حضرتك بتقول ايه؟ مش سامعين سيادتك. اما اقول اليمين وده اليمين. طيب استاذ عثمان حاول تكلمنا مره تانية لانه حقيقي احنا مش مميزين الصوت تماما. اشكرك جدا. دكتور احنا كنا بنتكلم على الاذن الداخليه ويعني بنشرح للناس تشريحها الداخلي، فحضرتك اتزان وسمع. الاذن الداخليه بتنقسم الى العصبين، السمع والاتزان. الاتزان ده طبعا غالبا بيحصل التهاب في عصب الاتزان نتيجه ان المريض ده دخل من السخن على البارد فجاه، وخاصه بيبقى اكتر مع المنقبات والمحجبات. مش سخن على البارد؟ مش العكس؟ لا، هو جسمه سخن، كان في الشارع واسمها سخن جدا وهي لابسه نقاب او حجاب، دخلت البيت فتحت التكييف والمروحه وراحت قلعه، يحصل لها دور. وهكذا برضو انا كراجل جسمي سخن، طلعت مش قادر اتحمل الحر، رحت فاتح التكييف والمروحه، ممكن يحصل لي التهاب في 3 اعصاب. ممكن العصب الخامس، ممكن السابع، ممكن الثامن. الخامس مشكلته ألم. العصب الخامس بيبقى عبارة عن العصب من جوه الودان، وليه 3 أطراف، طرف فوق العين وطرف هنا في النص وطرف تحت. عشان هنا يعتبر حضرتك بنسميه العصب اللي هو بيغذي الحاجب، واخد بال حضرتك، او العصب اللي بيغذي المجزله هنا، او العصب اللي بيغذي الفك. دول ال3. يا اما السنتر بتاعه هو اللي بيبقى فيه الالتهاب، او واحد من ال3 فروع، او كله على بعضه. مشكلته بس في الالم يا دكتور ولا كمان ممكن يغير شكل الشخص؟ لا ما يغيرش. طب ليه احنا بنشوف الناس اللي عندها العصب الخامس وشها، ولا ده السابع؟ ده السابع اللي بيعوج الوش. العصب السابع اللي بيعوج الوش. الناس بتفتكر لو عوج كده يبقى الشمال تعبان، لا، ده اللي راح ناحيته هو ده اللي تعبان، هتلاقيه مفروض جدا. صحيح. مفيش النتوءات دي، ده العصب هنا مش شغال. ده العصب السابع مش الخامس. والعين، مشكله العصب السابع في العين ان العين مش هتقفل، وما دام مش هتقفل هيحصل جفاف للقرنيه ويحصل قرحه. عشان كده اهم حاجه في العصب السابع طبعا العلاج، واننا نخلي المريض يقدر يقفل عينيه عشان ما يحصلوش جفاف وقرحه. يقفل عينيه طول الليل، وطول النهار
يدلك العين ويحط الايه المراهم والقطرات اللي هيكتبها له الدكتور. دي اهم حاجه في السابع. تمام، احنا هنقف عند العصب السابع يا دكتور وناخد فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول نكمل الحلقه. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين حلقتنا الخاصة بمشاكل الأنف والأذن والحنجرة، ولسه منورنا دكتور زكريا فايق كامل، استشاري وكبير جراحي أمراض الأنف والأذن والحنجرة بالتأمين الصحي. برحب بحضرتك مرة تانية يا دكتور. ومش عارفة احنا عايزين نتكلم عن العلاجات، لأنه مش ممكن نتكلم عن عصب خامس حضرتك بتقول إن هو بيبقى مؤلم جدا، يعني المشكلة فيه ألم شديد، وعصب سابع بيغير تماما من شكل الشخص او المريض، وما نتكلمش عن العلاجات كمان. العصب الخامس علاجه علاج بالظبط زي علاج الكهرباء الزياده، اللي هو يعني بيوصل لما يبقى جامد قوي بتبقى صرعه. طبعا على حسب درجه الالم وعلى حسب الكميه اللي في العصب المصابه، هل الثلاث فروع ولا فرع واحد وهكذا. تبقى الجرعه بنحددها على حسب حاله المريض، وغالبا بيستمر على العلاج شهر وبيخف في 90% من الحالات واكتر، يعني بيخف ويبقى زي الفل. العصب السابع ده بيتعمل له علاج طبيعي وبيتاخد علاج دوائي، ولازم نحافظ على العين، لازم تبقى مقفوله قدر الامكان عشان القرنيه ما يحصلهاش جفاف ويحصل قرحه في القرنيه وعتامه وكلام زي كده، ويحتاج بعد كده ترقيع للقرنيه. الثامن بقى بالنسبه للاتزان او السمع، العصب السمع وعصب الاتزان الاثنين بياخدوا علاج منشط للدورة الدموية المخية، تمام، زي الاخ اللي كان بيسأل على الصفارة ده. وبندي العلاج على الاقل لمدة شهر، وبنشوف بالنسبة اللي عنده صفارة بنعمل له مقياس سمع ونشوف العصب السمعي جراله ايه، وهل السمع نزل فوق 60% ولا اقل. لو فوق 60% غالبا ده مش هيتحسن وهيحتاج بعد كده سماعه، والسماعات دلوقتي اتطورت، وقت في حاجه اسمها سماعه ضد الوش والى اخره. وفي سماعه بتعالج الوش، يعني في سماعه تخلي الوش مش موجود، وفي سماعه مع الاستمرار بتعالج الوش والوش بيروح، سواء صفاره او وش عادي. ده بالنسبه لايه فوق ال 60%. اقل من 60% ممكن 6 شهور سنه مع العلاج المتواصل، وكل شويه الدكتور يغير العلاج، لان الجسم احيانا بياخد على العلاج تديه مهما تديه ما يجيبش نتيجه، فلازم نغير الاصناف كل شويه. وربنا يشفي كل مريض. دكتور، عدد كبير من الناس دايما يسأل فيما يخص شمع الأذن، لأنه بيبقى موزايك في أحيان كتير، بيبقى ممكن يسبب لهم في إن هم ما يبقوش يعني سامعين الحديث بشكل جيد، يعني يحصل ضعف وقتي في السمع. شمع الأذن لما بيتراكم بيبقى حاجة يعني مش لطيفة أبدا، سخيفة بالنسبة لنا كلنا. حضرتك تنصحنا نروح ننظف شمع الأذن ده كل فترة قد إيه؟ هو المفروض أساسا إن الودن ما تنظفش، بتنظف نفسها. ولكن طبعا وربنا خلق الشمع بيتفرز في الحتة دي عشان ينشف ويقع. أنا بقى لو المية دخلت أو حاولت أنظفها بزقها جوه، في الحالة دي لازم غسيل ودان. إنما أنا كل قد إيه؟ لا، مفيش كل قد إيه، المفروض لا. إنما بقى بالنسبة لي أنا الشمع زاد وابتدى يسد عندي وابتدى يكون فطريات، يبقى لازم أروح للدكتور وآخد علاج وأغسلها. ولكن مفيش حاجة اسمها انه انا عندي شمع لازم انضفه بشكل دوري، لازم اروح مثلا مرة كل شهرين 3 انضف شمع الاذن. مفيش حاجة اسمها كده. لا، المفروض اساسا ربنا خلق الودان بتنظف نفسها. هو ليه ميكانيزم ان هو لوحده الودن بتطلع الشمع الزيادة وبتتخلص منه. بالظبط كده. فبالتالي مفيش داعي خالص ان احنا نروح نعمل القصة دي، الا لو يا دكتور، الا اذا حصل الشمع تراكم او حصل فيه حساسيه والتهابات او فطريات، في حاجه ريحه وحشه في الودان، لا اروح للدكتور. هي دي الحالات اللي احنا نروح فيها واغسل. مدام هدى. ايوه، مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. لو سمحت اكلم الدكتور. طبعا. اتفضلي. انا كبيره في السن وعندي 3 حاجات. عندي وصف في ودني وعندي تقويات سمع طلع كويس، وعندي أكلان في ودني عايزة تمني أدخل حاجة وأحركها في البيت،
ولما بحرك الفك عند الاكل بحس بألم في ودني وحوالين ودني. حياتك كام سنه يا مدام هدى؟ 70. 70. ربنا يديكي الصحه. شكرا. طيب دكتور، حضرتك ليك اسئله؟ لا، هي غالبا طبعا مشكلة. الودان هنا فيها التهابات وفيها حساسيه عايزه تهرش فيها وبتاثر على الفك، يبقى كل ده محتاج علاج ومحتاج تنظيف. لو بعد التنظيف والعلاج بقت تمام خلاص كده يبقى الحمد لله. طبعا ده لازم الدكتور انف واذن هو اللي يشوف ويتابع الحاله ويعملها. طيب عملنا ده كله ولسه في وش في الودان، يبقى نرجع تاني نقول يبقى هنا العصب ابتدى يتاثر، هتحتاج منشطات الدوره الدمويه علشان تنشط العصب وباذن الله ربنا الشافي. تمام. ممكن ياخد علاج شهر 2 3 6 سنه على حسب ما ايه شده الالتهاب بتاعه العصب. طيب دكتور، مش ممكن اكون بتكلم على الاذن وانسى ضعف السمع؟ يعني احيانا كده يحصل لنا بعد سن ال40 او ال50 اننا ما بنبقاش سامعين كويس، ودايما نلاحظ ان احنا مع اولادنا نكرر لهم السؤال، يعني نبقى فعلا حقيقي مش سامعين هما بيقولوا ايه، مش عارفين بقى هما بيتكلموا بطريقه مش واضحه ولا المشكله عندنا احنا. ازاي اتاكد ان انا مش سامع لاني عندي او بدا يحصل معايا ضعف في السمع؟ هو طبعا الودن السمع بتاعها بيقل لسببين. السبب الاولاني لو مع السن ده غالبا بيبقى العصب ابتدى يضعف، عصب السمع بيضعف، عصب النظر بيضعف، كله بيبتدي يضعف. مع السن ده ايه يا دكتور؟ فوق ال50 مثلا؟ من فوق فوق. ال40؟ هو زمان كان فوق ال60 دلوقتي انما النهارده نقول فوق دلوقتي عشان ال50. السماعات وعشان الاصوات اللي بنسمعها عاليه جدا واصوات الكلاكسات والدوشه في الشارع، فمتهيألي ان ده بقى يحصل في مرحله مبكره من حياتنا. والموبايل، والموبايل صحيح. الموبايل الموجات الكهرومغناطيسيه اللي احنا عايشين فيها زودت. يعني احنا كنا زمان لما يكون واحد عنده صرع ولا واحد عنده كهرباء زياده قليل جدا. النهارده كترت جدا جدا جدا، لان طبعا وخاصه في الاطفال الطفل على طول على الموبايل عمال يلعب فيه طول النهار، وده طبعا غلط مش صح. المفروض ما يزيدش عن ساعه في اليوم بالنسبه للاطفال، ما يزيدش. بالنسبه للكبار يعني ممكن 5 6 ساعات. ولكن طبعا حتى اللي ما عندوش موبايل ممكن يتاثر برضه بالكهرباء الزياده، لان هو قاعد في وسط موجات عماله تخبط فيه يمين وشمال، فطبعا ده بيأثر على السمع. طب نعرفه منين بقى؟ في حاجه اسمها مقياس سمع. الاطفال اللي هم لسه مولودين مش هيعرف يجاوب على الاسئله، ده بنعمله بالكمبيوتر. الكبار بيعمل مقياس سمع عادي وضغط اذن. ضغط الاذن يبين هل في مشكله في الاذن الوسطى وفي ميه ورا الطبله او انسداد في قناه الساكوس او غيره، ومقياس السمع بيحدد قوه العصب بتاع السمع. لا، مقياس السمع ده مهم جدا، لازم نعمله حقيقي يعني فوق سن ال40 كلنا، لانه دي بقت ظاهره. يعني انا حتى لما بتكلم مع الناس بلاقي كذا حد بيشتكي انا مش عارف ايه اللي حصل لي، مبقتش اسمع كويس. فدي شكوى يعني لازم منتشره بدري عشان لو اقل من 40% بنضمن ان المريض ده السمع هيرجع له 10 على 10 بالعلاج. هايل. عشان لو عدى يعني بننبه على الناس النهارده انه اي حد يشتكي الشكوى دي ما يهملش فيها، لازم يروح يكشف ويتشخص ويعمل مقياس سمع عشان بدري في علاج افضل. بالزبط. وطبعا كلنا متضررين من الموبايلات طبعا، ده اكيد. مدام ناهد اتفضلي. انا عندي ابني عنده 30 سنه بيجيله كده ساعات يروح جاله دوخه كده للحظات ويفوت تاني عليه، هو ما يقومش عليه ولا حاجه، بس هي دوخه كده صغيره ما تكملش دقيقه وبيقوم تاني عادي ويبقى كويس وكل حاجه. بس انا عملت له مره تحاليل سكر وكده وصوره دم كامله والحاجات دي ما عندوش حاجه، بس مش عارفه ايه بقى. ده انذار، لانه هيجيله بعد كده الدوار هيبقى شديد جدا. ما دام بيجيله ثواني ويروح كده، لا ده لازم ياخد علاج للعصب بتاع الاتزان على الاقل لمده شهر ويتابع ويشوف، والا هيجي في يوم من الايام مش هيعرف، الدوار هيخليه مش قادر يتحرك من مكانه، فهيبقى الحاله اصعب. يعني ده تبع نعم
يبقى تبع الاذن يعني. طبعا الدوار ما دام مع الحركه، لما بيجي يقوم او يقف او يقعد او يوطي او كده، يبقى ده ايه؟ جدا ما فيهوش اي حاجه، وتروح جايب لحظه كده وبعد كده بتبقى موجود. لا ما سمعتش. مدام ناهد، هو لازم يتشخص عند طبيب انف واذن وحنجره. بالظبط. ماشي. بشكرك جدا. دكتور، عايزين نتكلم بقى على الانف، لان انا اتخيل ان احنا سالنا كل الاسئله الخاصه بالاذن النهارده. ايه المشاكل يعني الاشهر اللي ممكن تحصل في فصل الصيف في الانف؟ طبعا الجو الحر بيخلي الواحد يستعمل المروحه والتكييفات، وخاصه بالليل، ودي بتاثر على الاغشيه المخاطيه بتاعه الانف. وبالنسبه لبعض الاطفال مع الحر وهو بيجري ويلعب كده مثلا في الدنيا حر، بيكون عنده ضعف في الاوعيه الدمويه بتاعه الانف، فبيحصل له نزيف. طيب ما في اطفال كتير قوي بتلعب في الحر ما جالهاش نزيف، تمام، يبقى دول ما عندهمش ضعف في الشعيرات الدمويه، يبقى دول كويسين. انما اللي عنده ضعف في الشعيرات الدمويه ده المفروض لو حصل له نزيف بيتعالج، واخد حضرتك، نديله حاجه تقويله بقى الشعيرات الدمويه. تمام. ده بالنسبه لايه؟ للنزيف. بالنسبه بقى لمن سخن لبارد وبارد لسخن، بيحصل التهابات في الجيوب الانفيه، او في بعض الاطفال بقى عندهم لحميه ولوز، فبيحصل التهابات من الميه الساقعه المتلجه، من المروحه، من التكييف، من سخن لبارد، من بارد لسخن، يستحمى ويطلع جسمه مبلول في الهواء. كل الحاجات دي ممكن تعمل له التهابات في الجيوب الانفيه واللوز والزور والحاجات دي كلها. ومعظم الحاجات دي احنا بنعملها في الصيف غصب عننا يعني حقيقه، بس لازم ننتبه بقى. ننتبه طبعا. يعني لازم انا دخلت استحمى، انشف جسمي كويس، البس هدومي، اخرج من الحمام على الهواء، بس سنه سنه. يعني الاول انا مثلا جاي من بره جسمي سخن مولع نار، اقعد 5 دقايق لما جسمي يهدى، وبعدين بعد كده اقدر اولع مروحه وتكييف وهكذا. تمام. انما مش مباشر على طول بسرعه، لان السرعه دي هي اللي هتعمل مشكله، لان الجسم مش هيتحمل الانخفاض المفاجئ في درجه الحراره، مش هيتحمله، هيحصل منه مشاكل. مدام زهره. نعم. اتفضلي. بصي انا بس هستأذنك الاول توطي التلفزيون خالص. حاضر. بشكرك. بصي انا بقى. طيب انا هقول لك، لو فضلتي تسمعينا من التلفزيون هناخد وقت طويل قوي ومش هنسمعك كويس، فاطفي التلفزيون خالص وقولي سؤالك على طول. ماشي. اتفضلي. بصي انا بحس ودني تقيل، وكده لما بغضب كده بدوخ. ودن حضرتك تقيله؟ وبتدوخي لما بتقفي؟ طيب انا بشكرك جدا. شكرا. دكتور، الودن التقيله بتبقى سببها حاجتين، يا اما شمع وفطريات وكلام زي كده، ودي علاجه غسيل، ده السبب الاول. السبب الثاني ضعف في العصب، وده بيجي نتيجه تعرض للضوضاء او امراض مزمنه زي الضغط والسكر، او ادويه كتير بتاثر على السمع، ودي علاجها انها تعمل مقياس سمع وتشوف التاثير بتاع العصب جراله ايه. لو في المرحله الاولى العلاج ان شاء الله بيبقى بالشفاء، مرحله متاخره هتمشي على العلاج عشان الحاله ما تزدادش سوءا، وتعمل بقى سماعه او الاخر على حسب الطبيب المعالج ما يقول. ده بالنسبه ليها. استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. لو سمحت، في حاجه وكان جت نزلت برد شديده جدا، صباح لا عنده وش في الاذن الوسطى، وراح لدكاتره وكده. حضرتك مش سامع. قالوا له عنده وش في الاذن الوسطى. طيب استاذ محمد، صوت حضرتك مش سامعني واضح. كده؟ سامعني كده؟ ايوه اتفضل. يعني في حاجه جات لها نزله برد شديده، وبعدين برد شديده؟ برد شديده، وبعدين وش في الاذن الوسطى. وش في الاذن الوسطى. حضرتك سامعني؟ ايوه سامعين يا استاذ محمد، كمل سؤالك. ماشي. وش في الاذن، هو راح لدكاتره وكده، فاحنا بنسال حضرتك يا دكتور ايه سبب الوش في الاذن الوسطى، وحضرتك
سنها قد ايه؟ الضغط المطلق مش مظبوط. طيب عايزين نفهم من حضرتك يعني ضغط برضه. السن يا استاذ محمد، في حاجه السن كمان استاذ هند لو سمحت. السن يا استاذ محمد، نعم. سن الحالة اللي حضرتك بتتكلم عليها. خمسينات. خمسينات. في سؤال تاني؟ في سؤال كمان. اتفضل. هو بعض الدكاتره قالوا له ممكن تركب على الجهاز بتاع السماعه، فهو بيقول السماعات مش زي بعضها، يعني مش كله زي بعضها، في داخليه وخارجيه، وكل حاله لها سماعه لوحدها دكتور ولا هي مش معانا؟ طيب انا بشكر حضرتك جدا. الف شكرا. السؤال تاني حضرتك سمعته؟ انا مش سامع الموضوع. هو في حالة تانية او معرفش هي نفس الحالة، لان انا كمان مش سامعة بشكل كويس. ركبت سماعة ولكن هي مش سامعة كويس بيها. هل المشكلة في السماعة؟ هل كل حالة بتناسبها سماعة من نوع مختلف؟ هو ده سؤال. طيب اولا السماعات زمان غير النهارده. كان زمان السماعة عبارة عن ميكروفون. مكبر النهارده الصوت يعني. السماعة فيها كمبيوتر بيتظبط، بمعنى ان احنا عندنا اصوات، في اصوات تخينة واصوات رفيعة. تمام، هاي بيتش ولو بيتش. الاصوات الرفيعة غالبا بيحصل فيها سمع، بينزل السمع فيها لما كنت تعرضت لضوضاء، فيبقى الاصوات الرفيعة مش هسمعها كويس. الالتهابات وكتر الالتهابات وتكرارها ممكن يخلي الاصوات التخينة انا مش سامعها وسامع رفيعة، وممكن ابقى مش سامع كله. تمام، ده بيبان بايه؟ بمقياس السمع. نيجي بقى لو واحد عنده، احنا عندنا الترددات من 125 لحد 8000. دي الترددات. ممكن واحد يبقى عنده 125 هي اللي في ناقصه، او 3000 او 4000 او 8000 او الى اخره. هنا انا بمسك السماعه بالكمبيوتر بظبط، ارفع لي درجه عند ال 8000، ارفع لي درجتين عند ال 10000، عند ال 3000 الى اخره. فهنا دي السماعه بالكمبيوتر هي اللي هتفيد هذا المريض، انما السماعات العاديه مش هتفيده. فهو يروح اللي عمل عنده السماعه الباشمهندس دوت ويقول له ظبط لي الكمبيوتر لو هي كمبيوتر. اما لو مش كمبيوتر يبقى يجيب واحده بالكمبيوتر. طيب سؤاله الاول اللي هو ضعف السمع. ايوه. ضعف السمع دوت ممكن يكون العصب تعبان، او يكون في التهاب في الاذن الوسطى نتيجه ان في التهاب في الجيوب الانفيه او الزور، او ممكن يكون حاجه بقى من بره فيها شمع وفطريات وحاجات زي كده، ودي طبعا اللي هيحددها الطبيب المعالج. يا ندى الو. اتفضل. حضرتك يا فندم معلش كرري السؤال مرة تانية يا ندى. مناخيرك تنزل ولا لا؟ ماما لها. انا مش سامعة. حضرتك سامع؟ لا مش فاهم بتقولي ايه حضرتك. لا ندى اسألي مرة تانية. طيب ارجعي الكنترول ومليهم او قولي لهم السؤال وهم هيبلغوني. انا بشكرك جدا. دكتور احيانا يحصل لبعض الاطفال الصغيرين نزف من الانف، والحقيقه الحاله دي بتخض الاهل جدا. فجاه تلاقي ابنها او بنتها بينزفوا من الانف بشكل كبير وعنيف، وهي ما تبقاش عارفه يعني ايه السبب او هي عملت ايه غلط خلت الطفل يعني يحصل له نزيف في الانف. طيب الاطفال غالبا بيبقى النزيف ضعف في الشعيرات الدمويه بتاعه الانف، والعلاج طبعا على حسب هل في التهاب، هل في ضعف في الشعيرات، هل الاثنين مع بعض، هل في لحميه، هل في لوز، الى اخره. انما الاهم بقى، افرض ان انا عندي طفل او انا شخصيا نزفت وانا ما عنديش اي امكانيات لايقاف النزيف، لازم اوقف النزيف ده، لان طبعا اي دم نازل ده نزيف هيأثر على صحه البني ادم ده. هجيب الطفل اللي بينزف واجيب راسه لتحت وبصباعين الاثنين اروح ماسك مناخيره كده واقول له خد نفسك من بقك لمده دقيقه دقيقتين ثلاثه على حسب شده النزيف. تمام، غالبا في دقيقه هيكون النزيف توقف. وبعدين بعد كده ابتدي اديله بقى ايه العلاج. العلاج بيتكون ممكن من نقط، ممكن من فتيل وبنحط عليه مواد قابضه او ماده ضد النزيف، وبعد كده بقى بنديله مقويات للشعيرات الدمويه، بنديله علاج للالتهاب، بنديله علاج للنزيف. ده بالنسبه
الاطفال. الكبار ممكن يكون سببه كمان الضغط العالي. لو الضغط العالي يبقى لازم الضغط نعالج العالي الضغط العالي. بيعمل نزيف طبعا. يعني. او ادويه السيوله بكثره. فلازم انا ادويه السيوله ديت اظبطها، الضغط العالي اظبطه، الالتهابات اظبطها، وادي حاجه توقف النزيف. طيب هم قالوا لي سؤالنا ده ان هي بتصحى كل يوم، هي عندها 17 سنه وبتصحى كل يوم في نزيف في الانف. هل الاجابه دي هتساعدها؟ طبعا ما هنا هي بتصحى كل يوم بنزيف من الانف. يبقى غالبا الشعارات الدمويه ديت ضعيفه وعندها التهاب شديد في الجيوب الانفيه. الاثنين، لان دايما الجيوب الانفيه بتعمل صداع. الصداع ده بيزيد جدا مع النوم او الراحه. صحيح. صداع الجيوب الانفيه بيقل مع الحركه والنشاط. بيجي المريض يقول لي انا بصحى من النوم مش قادر اصحى، يبقى عندي صداع وصداع رهيب جدا. اول بقى ما اقوم واتحرك يبتدي الصداع يقل ويخف. بنعمل له طبعا اشعه على الجيوب الانفيه وبنشوف انه جيب الملتهب او في صديد او وعلاجه دوائي ولا جراحي. هو ممكن العلاج يبقى جراحي يا دكتور طبعا في بعض الحالات. طبعا. ان احنا نفضي الجيوب الانفيه وننظفها. وارجو من اي واحد بيستعمل بخاخات او كورتيزون ما يكترش، عشان في حاجه عندنا مشكله جامده جدا جدا اسمها التهاب فطري في الجيوب الانفيه. ده بيحصل للناس اللي بتستخدم البخاخات بشكل متكرر وبصفه طويله جدا. مش مثلا شهر، لا ده في ناس بتقعد سنين على البخاخات وده غلط. دكتور زكريا فايق كامل، استشاري وكبير جراحي امراض الانف والاذن والحنجره بالتامين الصحي. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. ربنا يخليك. نورتنا. الله يبارك في حضرتك. متشكرين على الحلقه الجميله. بشكر حضراتكم على المتابعه وبتمنى لكم دايما دوام الصحه والعافيه، واشوفكم بكره في حلقه جديده على الف خير.